السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد واقتراح ديال اليوم. راني نشارك معكم بطبوط بلا الدقيق الابيض، كيجي رطب ومهوي في الوسط ديالو. بسم الله. كنحتاجو 5 الكيسان ديال الدقيق الفينو، ممكن ديروا سميده رقيقه. بالنسبه للعبار ديال 5 الكيسان، 6 كيلو ديال الدقيق، 500 غرام. مقادير مضبوطه. هاد البطبوط ما فيش الدقيق الفرص، الدقيق الابيض. الملحه، الخميره، ممكن ديروا الخميره الفوريه او حبيبات. انا درت هاد المعجونه. معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. صافي هنا كنعجن، كنلم العجين ديالي بالماء دافي. تنبدا نزيد الماء شوي بشوي وانا كنستمر في العجين. تنعجن العجين ديالي. راه جات العجينه خفيفه ورطبه، تتلصق شويه في اليد باش كيجينا البطبوط خفيف ورطب ومهوي من الوسط. خص العجينه تكون خفيفه. هنا كنزيد الماء شوي بشوي وانا كنعجن، تنلم العجين حتى اللي ما كاينش ليها البطبوط. تبع هذه الطريقه راه كيجي البطبوط خفيف ورطب ومهوي في الوسط ديالو. صافي هنا كندلك العجين، ندلكها شويه. وحتى العجين راه ما فيهش السكر، ما درتش في العجينه السكر. هنا كندير شويه ديال زيت الزيتون. ما بغيت ديروا زيت الزيتون ديروا زيت المائده. انا هنا درت زيت الزيتون وعاودت دهنت العجين بالزيت شويه حيت كتلصق في اليد. صافي من بعد كنحط العجين ديالي وكنغطيها، كنخليوها ترتاح شويه، ما نخليوهاش بزاف، شويه حيت باقي غادي نقرصوا العجينه ونخليوها. غادي نقرصوا البطبوط ونخليوه يخمر. صافي العجينه هنا راه خمرات. شوفوا الشكل ديالها كي داير، جات رطبه وخفيفه. خصها تكون كتلصق في اليد. صافي هنا كندوز كنقطعها هكا قطع هكا، اما نديرو بطيبيطات كبار ولا بطيبيطات صغار على حسب الحجم اللي بغيتو. انا ما كبرتش البطبوط، درتو شويه صغير. تبعوا هي الفيديو من الاول حتى الاخر، حتى اللي ما كينشحش لها البطبوط غينشح لها البطبوط بهذه الطريقه. راه طريقه ناجحه، كيجي خفيف ورطب ومهوي. هنا كنشكلو هكا على شكل كويرات وكنرش شويه ديال الدقيق الفينو. صافي هنا تندوز كنقرص الكويرات ديال البطبوط، اما نقرصوهم باليد ولا نديرو المدلك. صافي وكنديرو شي منديل وكنحطو فيه الدوائر ديال البطبوط. بينا يجينا البطبوط كميه كثيره راه كنضعفوا المقادير وكنطيبوه وكنخليوه حتى تيبرد وكنحطوه في المجمد ولا في الثلاجه. وقت ما بغينا كنخرجوه ونسخنوه، راه كيرجي غزال في الشكل ديالو ولا في حتى المذاق، وكيجي محمر ومفشفش في الوسط ديالو رطب. صافي هنا قرصت البطبوط حتى تنكمل الكميه كامله اللي عندي تنقرصها، ولا كان هكا نسرحها بالمدلك. وبالنسبه لهاد البطبوط راه ما فيش الدقيق الابيض وما فيش السكر. صافي كنخطيو البطبوط ديالنا يخمر، ما كنخليش بزاف كيخمر حيت الجو سخون. من بعد كنسخن المقله، نخليها تسخن مزيان وكنحط البطبوط يطيب. كنقلبو على الجهه الاخرى. ساهل في التحضير ديالو وحتى المقادير مضبوطه وفي متناول الجميع. صافي تنعاود نقلبها على الجهه الاخرى.
صافي هنا بدات تنفخ البطبوطه، كنضغط عليها باش يتحمروا دوك الجوانب. صافي هنا البطبوطه طابت، نحيدها. البطبوطه اللي طابت كنحيدها وكنزيد الاخرى كنحطها. صافي كنقلب على الجهه الاخرى. بالنسبه للسكيلو ديال الدقيق، 5 الكيسان ديال الفينو راه خرجت ليا كميه كثيره ديال البطبوط. بينا كميه اكثر راه كنضعفوا كي قلت لكم المقادير وكنحتفظوا به في المجمد. وقت ما بغينا البطبوط كنخرجوه ونسخنوه. صافي هناك هكا الشكل ديال البطبوط خرج، راه خرج مفشفش ومهوي. حتى تنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال البطبوط. والبطبوط ديالنا هو طاب بالصحه والراحه. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. كنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتفرحني وكتعطيني طاقه ايجابيه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. كنشكركم في الله.